جاتو الخلاط السريع هنعمله مع بعض النهاردة بدون اي محسنات، والناس اللي لسه مبتدئة تقدر تعمله بكل سهولة. جاتو غرجان كده بطعم الفراولة بدون ما نضيف اي فراولة فيه. بس قبل ما نبدأ الاول هنبدأ نصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة جبت 2 باكت من الفراولة، وتقدري تستخدمي اي نكهة انتي حباها. بحطها كده في الخلاط وبضيف عليها نص كوباية من المية المغلية. وبعمل الطريقة الوصفة دي الاول ان انا اضربهم مع بعض في الخلاط عشان اتأكد ان الجيلي داب معايا وما بقيش فيه اي حبيبات من الجيلي. هضربهم في الخلاط. بعد كده هضيف ليهم كوباية من السكر، ده سكر عادي. هحطهم كده على الخليط، وبعد كده هضيف كوباية من اللبن، عليهم كوباية الا ربع من الزيت. انا حاطة هنا ضايفة زيت على سمنة، عايزة تحطي زيت بس براحتك خالص. هرجع بقى اضربهم في الخلاط عشان اتأكد ان الخليط كله داب معايا ومفيش اي حبيبات من الجيلي. واهم حاجة تضربي الاول المية مع الجيلي. بعد كده باخد كوباية او كد مج من الخليط اللي انا عملته ده، وبحطه كده على الرف عندي، مش بحطه في التلاجة خالص، انا عايزاه زي كده سايح. بضيف 3 بيضات، عليهم 2 باكت من الفانيليا، بيض يعني فانيليا على طول. هرجع واضربهم كويس في الخلاط. بعد كده بكون مجهزة كوبايتين من الدقيق، بكون نخلاه كويس، وبحطه كده، بحط الخليط في بولة وبضيف عليه الدقيق. والدقيق زي ما قلت لكم اني لازم بكون نخلاه كويس. عليه رشة ملح، عليه ظرف من البيكنج باودر او الكيك شيف. ببدأ كده اضربهم او اخلطهم مع بعض عشان ما يبقاش فيه اي دقيق. بكون محضرة صينية بكون دهناها زيت، عليها رشة دقيق، وبنزل بالخليط بحطها في الفرن الرف الوسطاني لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180. بجهز الكريم شانتيه مية متلجة، وببدأ ان انا اضربهم كويس لغاية ما الاقي ان الكريم شانتيه تجيل معايا. انا عايزاه تجيل مش عايزاه سايل. بضيف الخليط السايل اللي هسقي بيه الكيك، نص كوباية من اللبن، عليه معلقتين كده من الخليط اللي انا كنت شايلاه على جنب. شايفين الكيك اللهم بارك بعد ما استوت عالية خطيرة، يعني ممكن تاكليها مش لازم تحطي لها كريم شانتيه ولا اي حاجة، ممكن تاكليها على كده. بعد كده على طول بدأت ان انا اخرم بالشوكة، بدأت ان انا اسقي الخليط عشان يبقى طعمه منكه بالفراولة اكتر. هسيبها شوية لغاية ما تتشرب. اول ما يبقى شكلها اللهم بارك كده، ببدأ على طول احط الكريم شانتيه. وطبعا انا بسيبها تبرد تماما، يعني انا سايباها ساعة قبل ما احط الكريم شانتيه، يعني طلعتها من الفرن وسبتها ساعة. ادي هبدأ احط الكريم شانتيه، وممكن تحطيها كمان في اكياس، الكياس بتاعت الكريم شانتيه اللي هي الكياس بتاعت الشيف دي، عشان تحطي الكريم شانتيه كويس في الصينية. بس انا ما كانش عندي، فعلى طول استخدمت على طول، حطيت بالمعلقة وابتديت ان انا اسويها وحطيتها في التلاجة بعد الكريم شانتيه عشان تجمد شوية واقدر اسقيها او اقدر احط الصوص. هنا بحط الصوص اللي انا كنت شايلاه، وببدأ اضيفه كده بالراحة خالص. ولازم بعد ما تحطي الكريم شانتيه تسيبيها في التلاجة حوالي نص ساعة او 10 دقايق عشان تجمد شوية. بعد كده كنت واخدة من خليط الكريم شانتيه، واخدة شايلة كد معلقة، وبدأت ان انا سيحتها شوية مع شوية لبن. واول ما لقيت ان الكريم شانتيه بدأ ساح معايا بالشكل اقدر ازين بيه، على طول حطيته في كيس وبدأت احطه فيه. شايفين عملت كده خطوط بالعرض. بدأت اعمل بالسكينة او بشوكة براحتك خاص، بتعمل الزجاجيج دي. اللهم بارك. حاجة حلوة خالص وسهلة، مخدتش معانا وقت، وتقدري تعمليها في البيت بكل سهولة. بدأت ان انا اقطعها كده
وانا في الاول كنت حطاها في التلاجة عشان ما تبقاش سايحة معايا. شايفين شكلها ازاي؟ الصوص كده غرقان فيها، طعم فراولة، فراولة اصلي من غير ما تضيفيلها اي فراولاية. وزي ما قلتلك تقدري تستخدمي اي نكهة انت عاوزاها. شايفين؟ عايزة اقول لكم ان هي ما شاء الله اللهم بارك خلصت في وقتها، يعني احنا تقريبا اتعشينا بيها. يا ريت لو وصلت لهنا تعملي لايك وكومنت وتشتركي في القناة عشان تدعميني. شايفين القطعية ازاي طالعة حلوة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.